السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ معاكم احمد. النهارده هنتكلم عن فوريه ترانسفورم فور ديريفاتيفز. الكلام ده في شابتر 15 في السكشن الرابع في كتاب ارفيكان. طيب احنا ليه عايزينه؟ لان احنا عايزين نحل الديفرنشال ايكويشنز ببساطة. احنا عرفنا في الفيديو اللي فات فوريه ترانسفورم ازاي، او ايه هو فوريه ترانسفورم للدالة اف اوف اكس، وقلت لك افكرك ان جي اوف اوميجا بيساوي 1 على جذر 2 باي تكامل من سالب ما لا نهاية لما لا نهاية للاف اوف اكس في اكسبوننشال اي اوميجا اكس دي اكس. ده كده الفوريه ترانسفورم للاف اوف اكس، كأن ده كده كله على بعضه، يعني الواحد على جذر 2 باي بالتكامل بالاكسبوننشال، الكلام ده كله كده على بعضه كأنه اوبريتور بيأثر على الدالة دي فيخرجها لي في الاوميجا سبيس بتاعي. طيب احنا بقى عايزين نعرف الاوبريتور لما يأثر على دالة بس مش اف اوف اكس بقى، لاف داش اوف اكس او اف دبل داش اوف اكس، هيطلع معايا ايه؟ طب احنا ليه بنعمل كده؟ احنا عايزين نعمل كده عشان عايزين نحل الديفرنشال ايكويشنز، فهنأثر بالاوبريتور بتاعنا ده على سكند اوردر او فيرست اوردر او ثيرد اوردر او فيرست اوردر او اي حاجه. الفكره ان احنا عايزين نعرف الاوبريتور لما يأثر على هاير اوردرز غير الاف اوف اكس هيطلع معايا شكل ايه. ده اللي احنا عايزين نعرفه. طيب بص، هنقول لو انا عندي اف داش اوف اكس، او هي دي اف باي دي اكس، هي الاف داش اوف اكس، عايز اطبق عليها الاوبريتور. اخد كده الاوبريتور ده كده كله اطبقه عليها اهو. خدت الاوبريتور كله طبقته على دي اف اوف اكس دي اكس. حلو كده. هنسميها جي 1 اوف ايه، اوف اوميجا. ليه 1 ده؟ لان هي هنا اف داش يعني فيرست ديريفاتيف، فطالما فيرست ديريفاتيف بنكتب هنا 1. تمام، هو الموضوع يعني جاست نوتيشنز مش اكتر. طب التكامل ده عايزين هنحله بانتجريشن باي بارتس. افكرك بيه، انتجريشن باي بارتس كنا بنقول في حاجه يو، في حاجه اسمها دي في، فساعتها حل التكامل بيبقى يو في الفي ماينس تكامل في دي يو. تمام. هناخد اليو بتاعتنا هي الاكسبوننشال، والدي في هناخد الترم ده مع الترم ده هو الدي في، فساعتها اليو لما يكون اكسبوننشال اي اوميجا اكس فدي يو هو تفاضل الاكسبوننشال بالاكسبوننشال في تفاضل ما بداخل الاكسبوننشال اللي هو الاي اوميجا اي في الدي اكس. حلو جدا. الدي في بتاعتي هي دي اف اوف اكس باي دي اكس في دي اكس، فساعتها الفي بتاعتي هتبقى بايه؟ باف اوف اكس. حلو قوي. ساعتها اقول بقى يو في الفي اهو ماينس تكامل الفي دي يو اهو، ادي الفي وادي كل ده على بعضه هو الدي يو. كويس جدا. في برضو شرط هناخده في الحسبان، ان لما الاكس بتروح لما لا نهايه او سالب ما لا نهايه الاف اوف اكس بتروح للصفر. تمام كده، لان ما عنديش داله عند الما لا نهايه. حلو قوي. فساعتها لما اجي اعوض بما لا نهايه في الاف اوف اكس بزيرو ناقص الحد التحتاني، يعني المفروض الحد الاولاني ناقص الحد الثاني، ناقص الحد الثاني بسالب ما لا نهايه هيديني برده صفر، يبقى الترم ده كله بصفر. يبقى لي هنا ايه؟ السالب والاي اوميجا هاخدهم بره، ادي السالب والاي اوميجا، وتعالى نبدل كده، يعني خرج السالب اي اوميجا ودخل دول جوه. طيب بقى لي ايه؟ سالب اي اوميجا دوت 1 على جذر 2 باي في تكامل من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه الاف اوف اكس في اكسبوننشال اي اوميجا اكس دي اكس. ايه ده؟ ده فورير ترانسفورم للاف اوف اكس مش كده؟ اللي هو انا افترضنا اللي هو فورير ترانسفورم اللي هو جي اوف اوميجا، فساعتها طلعت معايا سالب اي اوميجا جي اوف اوميجا. ده جي 1 اوف اوميجا. ايه جي 1 ده؟ ده الفورير ترانسفورم للفيرست ديريفاتيف، طلع معايا عباره عن سالب اي اوميجا في ايه؟ في الفورير ترانسفورم بتاع الزيرو ايه؟ ديريفاتيف. حلو قوي. ده كده معناه ايه؟ ده معناه ان احنا فور هاير ديريفاتيفز لو انا عندي جي 2 او جي 3 هنضيف بس ايه؟ سالب اي اوميجا هتتضرب في السالب اي اوميجا، فكاني جمعت الايه؟ الباورات. تمام. فيطلع معانا الفاينل فورم بتاعنا فور هاير ديريفاتيفز ان جي اوف اتش عدد الديريفاتيفز اوف اوميجا بتساوي سالب اي اوميجا في باور ده عدد الديريفاتيفز، هو لو كانت سكند ديريفاتيف تبقى 2 في جي اوف اوميجا. يعني انا دلوقتي عندي داله دي 2 اكس باي دي واي مثلا، عايز اخد لها فورير ترانسفورم، ساعتها هتبقى ايه؟ هقول سالب اي اوميجا سكويرد في الترانسفورم بتاع الداله بتاعتي اللي هي جي اوف اكس. تمام. فاصبح معايا الشكل ده الشكل النهائي. واتمنى اكون افدتكم في الفيديو ده. ان شاء الله الفيديوز القادمه هنستخدم بقى فورير ترانسفورم بتاعنا ده فور ديريفاتيفز، ازاي نحل الويف ايكويشن وازاي نحل الهيت ايكويشن وكل الايكويشنز المهمه في الفيزيكس. وهتدعمني جدا لو عملت سبسكرايب للقناه ولايك لو الفيديو عجبك. وبس كده يا سيدي، السلام عليكم.